السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. رجعنا بقى تاني لأسوان وأيام الشقة، وهنصور بقى معاكم. ده كان تاني يوم ليا في أسوان. أول يوم طبعا رجعت من السفر تعبانة، ما قدرتش ان انا اعمل اي اكل، وطبعا الواحد من السفر وكده معدته تعبانة، فما قدرتش اعمل اي حاجة، ونمت بقى طول اليوم من التعب. تاني يوم بقى الحاجات اللي ماما مديها لي، ربنا يا رب يبارك لها ويديها الصحة يا رب. طلعت بقى كيس فراخ منهم وقلت اعمله مع بطاطس كده وشوية رز، وطبعا ده المخدر اللي كان جايلنا، وطبعا ادتلي منه شوية. سبت الفراخ بقى تفك كده، طلعتها في طبق وسبتها تفك كده. وبعد ما رجعت من الجامعة بقى ابتديت ان انا اعمل الاكل. تعالوا نشوف عملت ايه. جبت كده بصلاية قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، والبطاطس قشرتها وقشرت توم، وهنا الملح وهنا الزيت، وقطعت على البصل زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليها شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسود، ودعكتهم كده مع بعض، ده بتدي ريحة حلوة قوي وطعم حلو. وجبت طبعا فلفل قطعته كده وشطة، وقطعت التوم حتت صغيرة، وقطعت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الفراخ اهي، كانوا حتتين، وحتة الرقبة دي كده. كنت عاملة كيس صغير يا دوب على قد يوم، والله الاكل ده كفاني يومين، ما كنتش قادرة اصلا اكل اي حاجة، السفر بيتعب لي معدتي. بصوا، حطيت شوية زيت اول حاجة في الطاسة كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت انزل بالفراخ، اديتها تشويحة حلوة قوي كده. اول لما اتحمرت قلبتها، وانا حطيت شويه طماطم كده على الفلفل على الشطه على الثوم في الخلاط، كله في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين، وقطعت كمان بصله. الطماطم دي برضو كانت ماما مديالي معايا. بصوا ما شاء الله تحميره الفراخ عامله ازاي. بدات بقى انزل بالبصل كده اول لما الفراخ اتحمرت. اديت للبصل تشويحه كده، وبعدين نزلت بقى بالبطاطس والثوم وحته فلفلايه كده برضو، عشان الفلفل بيدي ريحه حلوه للفراخ غير اللي احنا حطيناه يعني في الخلاط. بدأت بقى اقلبهم كده كلهم مع بعض كده، واشوح البطاطس مع الفلفل مع البصل مع الفراخ تشويحه، يا دوب ياخدوا تشويحه كده، وبعدين هنزل بقى بشفشق عصير الطماطم اللي انا عملته. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بدأ يغلي بقى معايا، واحط عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود ومرق الدجاج. وانا حل على النار كده، حطيت فيها شويه زيت، ونزلت بطبق رز كده مغسول. هفضل بقى اقلب فيه شويه كده يحمر، وبعدين هنزل بالميه وشويه ملح وبس كده، والاتنين جنب بعض كده. طبعا الاكل ده كنت عاملاه متاخر اصلا، حوالي المغرب كده. بعد ما رجعت بقى مش قادره اصلا اقوم اعمل اكل، لا انزل بالميه اهو، واحط شويه ملح واعلي على النار لحد ما يشرب الميه بتاعته، وبعدين اهدي عليه خالص بقى. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. وانا الفراخ بتغلي معايا اهي، معليه عليها النار، بعدين بقى تغلي غلوتين كده، وبعدين اهدي عليها خالص النار واسيبها تستوي مع نفسها كده. طبعا بحب الفراخ تكون يعني مستوية تسوية كاملة. بصوا ما شاء الله لونها عامل ازاي، من غير ولا صلصة ولا بابريكا ولا اي حاجة. هو يدوب بس شوية عصير الطماطم، وحمرت الفراخ تحميرة كويسة كده زي ما انتوا شفتوا معايا. ولما تقطع البصل وتحط عليه شوية ملح وشوية فلفل اسود كده، برضو بيفرقوا في الطعم والريحة معاك. بصوا ما شاء الله كانت جميلة قوي. صينية الفراخ والبطاطس دي كانت روعة من غير اي فرن ولا اي حاجة. بصوا ما شاء الله. طبعا الفرن عندي يعني يجيب الشلل، ما شغلتوش، فعملت كله على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله اللون عامل ازاي. وده خلاص بعد ما استوت، طلعت بقى شويه زيتون وجرفت هنا. بصوا ما شاء الله. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ودعموني بقى. السلام عليكم، ما تنسوش تصلوا على النبي.